في كل يوم جديد تحدي كبير. بلدنا فيها أكتر من 100 مليون إنسان، إزاي يعيشوا في أمان لو مفيش عيون بتحرسهم 24 ساعة؟ مش شرط يكونوا شايفيننا، لكن المهم نكون الأقرب ليهم. غرفة العمليات خلية نحل، أجهزتها مش بتنطفي ثانية واحدة في 24 ساعة. عيون بتسلم عيون، مهمتها تحرس كل شبر في بلدنا بأحدث أجهزة الرصد والمتابعة، بفريق عمل اتدرب يواجه ويحلل أصعب المواقف ويقدر ياخد قرار مصيري. النهاردة معانا ملف مهم جدا، ملف بيورينا ايه اللي بيحصل في 24 ساعة بس عشان بلدنا تفضل أمانة. المصادر بتاعتنا كلها تقارير رسمية من وزارة الداخلية، يعني بنشوف الصورة من قلب الحدث بالظبط. فدي مش مجرد أرقام هنقراها، لا، دي محاولة نفهم مع بعض حجم المجهود اللي ورا الأمان اللي بنعيشه. وهو ده المهم، إن التقارير دي بتورينا إن مفهوم الأمن أوسع بكتير من مكافحة الجريمة التقليدية. دي منظومة متكاملة، يعني شغالة على مدار الساعة وبتمس كل حاجة في حياة المواطن، كل حاجة فعلا، لحد أمان فلوسه وبيته. طيب خلينا نبدأ بالملفات التقيلة. الجريمة المنظمة، الأرقام بتتكلم عن ضبط أكتر من 740 قضية مخدرات، وده في يومين بس. رقم ضخم جدا. ولفت نظري قوي كمية المخدرات نفسها، يعني بنتكلم في أكتر من نص طن حشيش وحوالي 234 كيلو من مخدر الهيدرو. ممكن نعرف للي ما يعرفش إيه هو الهيدرو ده وليه ضبط الكمية دي بالذات مهم؟ سؤال مهم جدا. بصي، الهيدرو ده نسخة معدلة كيميائيا من الماريجوانا، بيتم زراعته بطرق معينة عشان تركيز المادة الفعالة فيه يبقى أعلى بكتير، يعني تأثيره التدميري على الشباب أكبر بكتير. يا ساتر. فضبط كمية زي دي معناها إنك مش بس بتمنعي كارثة صحية، لأ، ده أنت بتوجهي ضربة مالية موجعة جدا للشبكات اللي بتشتغل فيه. يعني بتضربي التمويل نفسه. بالظبط، ده قطع لشريان تمويل رئيسي للجريمة. ده غير السلاح كمان، التقارير بتقول تم ضبط 382 قطعة سلاح ناري، والأخطر من ده كله ورش لتصنيع السلاح. دي النقطة الأخطر فعلا. فكرة ورش التصنيع دي معناها إنك مش بتتعامل مع سلاح متهرب وبس، تمام، ده في إنتاج محلي. وضبط ورشة معناها إنك بتجففي المنبع نفسه. كل قطعة سلاح كانت هتطلع من الورشة دي كانت ممكن تستخدم في جريمة، فاستهداف الورش دي هو عمل وقائي من الدرجة الأولى، بيمنع الجريمة قبل ما تحصل أصلا. بالظبط، بيمنع آلاف الجرائم المحتملة. طيب ده جانب المواجهة، لكن في جانب تاني مهم جدا وهو تحقيق العدالة. التقرير فيه رقم أنا وقفت عنده بصراحة، تنفيذ أكتر من 166 ألف حكم قضائي في 48 ساعة، منهم 720 حكم جناية. الرقم ده ضخم قوي، إزاي ممكن يتنفذ بالسرعة دي؟ هو فعلا رقم ضخم. تفسيره إن أغلبية الأحكام دي بتكون أحكام جزئية، زي غرامات، مخالفات، قضايا بسيطة، لكن أهمية تنفيذها بالسرعة دي إنها بتمنع تراكم القضايا الصغيرة اللي هي في مجموعها بتدي إحساس بالفوضى. إن مفيش قانون. تمام. أما أحكام الجنايات بقى فدي اللي بتحتاج مجهود استخباراتي وميداني كبير، وتنفيذ العدد ده في يومين بيوصل رسالة واضحة جدا إن مفيش حد هيهرب من العدالة. بالظبط كده. يعني بنشوف استراتيجية بتبدأ من فوق بضرب رؤوس الجريمة، وبعدين بتنزل للمواطن العادي في الشارع. وهنا التقارير بتورينا صورة تانية خالص، بنتكلم عن أكتر من 104 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد بس. ممكن حد يسمع الرقم ده ويقول ياه، كل دي مخالفات؟ بالظبط. لكن لازم نبصلها من زاوية تانية خالص. كل مخالفة سرعة تم ضبطها، كل سواق بيسوق تحت تأثير مخدر وتم منعه من القيادة على طريق سريع، ده معناه ببساطة إن في حوادث تم منعها وأرواح ناس تم إنقاذها. ده حقيقي، ده أمان بيتحس بشكل مباشر وفوري. ومش بس مخالفات المرور، لفت نظري سرعة التعامل مع وقائع محددة انتشرت مؤخراً، زي شركة في الغربية كانت بتوهم الشباب بالسفر وتسرق فلوسهم، أو طالب بيصنع صواعق ويبيعها على فيسبوك. صح. وحتى فيديو التعدي على سيدة في البحيرة، التحرك كان فوري في كل دول. النقطة دي بتورينا تحول مهم قوي. الجريمة ما بقتش تقليدية بس، لا، في جرائم بتستغل أحلام الناس
وفي جرائم بتستخدم السوشيال ميديا كمسرح ليها. والاتنين أخطر من بعض. طبعا، وسرعة الاستجابة هنا هي اللي بتفرق، لأنها بتبني ثقة عند المجتمع إن عيون الأمن شايفاهم ومفيش حاجة بتعدي، سواء في الشارع أو على الإنترنت. طيب، من أمان الشارع لأمان الاقتصاد، التقارير بتتكلم عن ضبط قضية غسيل أموال واحدة بقيمة 240 مليون جنيه. مبلغ ضخم جدا. ممكن نبسط للمستمعين يعني إيه غسيل أموال في الحالة دي، وليه الجريمة دي مدمرة للاقتصاد؟ ببساطة شديدة، دي فلوس جاية من تجارة المخدرات، يعني فلوس قذرة أصحابها بيحاولوا يدخلوها في مشاريع شرعية زي العقارات أو الشركات عشان يغسلوها وتبان كأنها فلوس حلال. عشان كده اسمها غسيل أموال. بالظبط. خطورتها إنها بتدمر الاقتصاد الحقيقي، لأنها بتسمح لتجار المخدرات يسيطروا على قطاعات اقتصادية كاملة وبتضر المنافسة الشريفة. يعني الموضوع تأثيره أوسع بكتير من مجرد فلوس. طبعاً، ضبط قضية زي دي بيحمي استقرار السوق كله. وفي كمان حملات على سرقة الكهرباء والتهرب الضريبي، ممكن ناس تشوفها حاجات صغيرة جنب غسيل الأموال. لا خالص، تأثيرها مباشر جدا على كل مواطن. كل جنيه بيضيع في سرقة كهرباء أو تهرب ضريبي هو جنيه كان المفروض يروح لدعم أو خدمات أو تطوير بنية تحتية. يعني بيرجع للناس في الآخر. أكيد. فمواجهة الجرائم دي هي حماية لموارد الدولة اللي هي في النهاية موارد الناس. في النهاية، وبعد كل جهود المواجهة والضبط دي، وزارة الداخلية بتقدم نصايح وإرشادات للسواقين عشان يتصرفوا إزاي وقت العواصف الترابية. ده دور مختلف تماماً. وده بيكمل الصورة كلها. إزاي؟ بيوضح إن الهدف الأول مش العقاب، الهدف الأول هو حماية الناس. الدور هنا وقائي وتوعوي، يعني الوزارة بتقول للمواطن أنا مش بس موجود عشان أقبض على المجرم، أنا موجود عشان أساعدك تتجنب الخطر أصلاً. اللي شفناه مع بعض ده صورة بانورامية لمجهود ضخم بيحصل كل دقيقة، من ضرب شبكات المخدرات والسلاح لضبط إيقاع الشارع وحماية الاقتصاد، وصولاً للدور الوقائي. بالظبط، كلها خيوط في شبكة واحدة اسمها الأمن. ومع كل التطور ده في استراتيجيات المواجهة، الجريمة نفسها بتتطور وبتستخدم التكنولوجيا بأشكال جديدة كل يوم. ده بيخلينا نفكر، يا ترى إيه هي التحديات الأمنية اللي جاية اللي ممكن تكون مختلفة تماماً عن اللي بنواجهه النهاردة؟ وإزاي ممكن أجهزة الأمن تفضل دايماً سابقة بخطوة؟